ومين يصدق ان احنا ناكل احلى فطير من غير عجن ولا دقيق ولا فرد ولا تعب خالص. احلى فطير وسريع والطعم ما اقدرش اقولك. كل يوم هتعمليه من كتر جماله وحلاوته. ويلا هنا نسمي بسم الله ونبتدي الطريقة بتاعتنا. انا عندي هنا كوبايتين مية وكوباية لبن. المهم ان يبقى 3 كوبايتين مية وكوباية لبن، واحط معلقتين دقيق، معلقتين نشا، معلقتين كاستر، وثلاث معالق سكر ورشة فانيليا ومعلقة زبدة. هنقلب هنا وهنحط معلقة الزبدة عليها ونقلبهم كلهم، وهنروح على البوتاجاز نعملهم اكنك بتعملي مهلبية يا ست الكل بالظبط. تقلبي فيها وايدك تفضل فيها على البوتاجاز لغاية ما تديكي القوام الحلو اللي انت هتشوفيه دلوقتي. انا عايزاه كده بالمنظر ده، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. وهسيبه يبرد تماما. هغطيه بكيس بلاستيك وهسيبه يبرد تماما. لازم يبقى الحشوة باردة. احلى فطير ممكن تاكليه. هنا بقى عندي الزبدة، السمنة، المادة الدهنية اللي انت عايزاها سيحيها وخليها جنبك. وهنا عندي شوية مكسرات كده، بندق على عين جمل وعلى سوداني، ورحت ضربان في الكبة. هنا البطل الحلقة بتاعتي لفة جلاش، لفة جلاش يا ست الكل بس، وهتاكلي احلى فطير. همسك الجلاش انا لازم تغطيه علشان ما ينشفش منك. وخدي ورقة ورقة. خدت الورقة الاولانية وهدهنها، لازم تدهن حلو جدا. واحط الورقة التانية، يبقى حطينا ورقتين، ورقتين فوق بعض ومدهونين. واخد الورقة التالتة هروح مطبقاها واروح حطها في النص زي ما هتشوفي دلوقتي حالا على طول. بسم الله ما شاء الله، احلى جلاش ممكن تاكليه والطعم حكاية. هاخد هنا الحشوة واروح حاطه. ما تكتريش الحشوة قوي، وحطي بقى من المكسرات بتاعتك ايا كان هي ايه، سوداني، زبيب، جوز هند، براحتك خالص. ما توقفيش نفسك. وهدهن كده زي ما انت شايفه اكنك بتعملي ظرف. وكل ما احط التانية كده عليها اروح دهنه ماده دهنيه. بس كده. واروح جايبه الصينيه بتاعتي، الصينيه برضو عاملاها بالسمنه كده دهناها، واروح حطاها عليها. هعمل واحدة تانية عشان تشوفوا انا عملت ايه. ورقة واحدة وبدهنها، وبعدين الورقة التانية. يبقى كده بنحط ورقتين ومدهونين حلو جدا. هجيب الورقة التالتة واطبقها، تكون متطبقة، واروح حطها في النص زي ما هتشوفي بالظبط كده. واروح حاطة الحشوة، وتجيب المكسرات واروح حطها عليها. بسم الله ما شاء الله، سهل وسريع واحلى فطير تاكليه. وهندهن كده برضو ونطبق الناحية التانية وندهنها. وفي نفس الوقت اكون مشغلة الفرن على 180 واحطه في الرف الوسطاني. اول ما يديني اللون الذهبي من تحت اروح مشغلة الشواية عليه سنة، ما بياخدش وقت. خلاص خلصتهم كلهم بسم الله ما شاء الله. طلعوا لي كده 6 ظروفها كده او 6 فطاير، حاجة كده جميلة جدا. هنبقى ندهن برضو من فوق الوش. وهندخلهم الفرن. بسم الله ما شاء الله. اول ما طلعوا هروح ماسكه كوبايه لبن، حبه لبن كده، وعليهم معلقتين سكر، واللبن بارد عادي. معلقتين سكر واروح حطاهم عليه، رشه كده بالمعلقه عليه. وهنا حبه سكر بودره، وترشي كده عليه على الفطيره نفسها. ولا احلى فطايري ولا احلى بتاع فطير. الطعم جميل جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. خلاص خلصت اللي هنا السكر كده البودره. عندك اي صوص بقى اعمليه. انا عندي كان صوص كراميل انا عاملاه في القناه برضو، وحطيته في العلبه نفسها بتاعت الصوص كراميل. ده صوص كراميل وهحط عليه كده. عندك شوكولاته، عندك اي حاجه براحتك انتي.
وعليهم شوية مكسرات كده حكاية. هنا السوس بيسيح عليه علشان انا ما سبتش الفطيرة تبرد، يعني كفاية يعني ايه انها تسقع شوية، يعني عشان السوس ما يسحش عليها. هنا السوس سح عليها فمش مدي المنظر اللي انا عايزاه برضه، بس مش مشكلة، انت سيبيه الفطير يبرد وبعدين ايه حطي الصوص الكراميل عليه. بسم الله ما شاء الله، الطعم والشكل حكاية، جميل جدا. واعمليه لاولادك، واحلى من الفطير واحلى من العجن واحلى من الدقيق والتعب اللي احنا كنا بنشوفه. دي حاجه سهله وسريعه وحاجه حلوه، ولو ضيوف جايين لك فجاه ممكن تعمليها على طول. بسم الله ما شاء الله، قطعي كده من النص، وعايزه اوريكم الحشوه متماسكه وجميله جدا جدا وبتبظ، يعني بصي بتبظ. الطعم جميل، الخلطه بتاعت الكاستر مع الدقيق مع النشا حكايه لوحدها. واحلى فطير يا ست الكل، وتعمليه سهل وسريع لولادك. بسم الله ما شاء الله. وما تنسونيش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واللايك والشير بيفرق جدا جدا معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.